بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وآله، وبعد. لازلنا في دراسة سيرة الفاروق، وما أدراك ما الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. لا زال المسلمون أعزة منذ أسلم عمر، نصر الله به الدين والسنة. وأخذنا كيف كان تصرفه في مسألة رفض اقتصاد الدولة في عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العملية الاقتصادية من المسائل الشائكة في الدول اليوم، والتي تؤرق الكثير من الساسة في العالم. الانهيار الاقتصادي هو الكثير الذي يعول عليه الكثير من السياسيين لاستقرار الأمور السياسية في البلاد. وإذا أراد الأعداء ببلد ضربوا الاقتصاد. ولما أراد كفار مكة أن يعملوا مشكلة مع المسلمين في بداية الإسلام، ضربوا عليهم حظرا اقتصاديا، حاصروهم في شعب أبي طالب، ومنعوا الصادرات والواردات، ومنعوا النكاح، ومنعوا كل شيء. وهذا يسمى بالمصطلحات المعاصرة حظرا اقتصاديا، حظر جوي وبري وبحري وصادرات وواردات ونكاح. وبهذا يضرب العمق لك، العمق الاستراتيجي، مما يؤثر في استقرار سياسة الدولة ويحدث بلبلة داخل البلد. انظر مثلا على سبيل اليمن، لا يراد أن يكون لها استقرار من الناحية الاقتصادية، فترى الاقتصاد مهزوز بين الصعود والنزول، البطالة انتشرت، الحالة الاقتصادية ضعفت عند كثير من الناس. عمر رضي الله عنه كان يقود البلاد الإسلامية في عصره، وامتدت البلاد الإسلامية في عصره شرقا وغربا، الجزيرة العربية بكلها إلى ليبيا، وإلى بلاد العراق وما وراءها، إلى إيران وغيرها، يحكمها حاكم واحد. ولا شك أن هذه الدولة معها جيش، ولديها ثغور، ولديها فقراء، ولديها صرفيات، وتحتاج إلى إمكانيات اقتصادية من أجل أن تسير أمورها. فالدرس الماضي واللي قبله والذي قبله تحدثنا حول كيف استطاع عمر أو الاقتصاد الإسلامي عموما كيف يحل مشاكله دون التعامل الغير مشروع. لم يلجأوا إلى الجمارك، حرام، ولا إلى التموين، هذا حرام، ولا إلى الضرائب، هذا حرام، ولا إلى التعامل الربوي الذي تقيمه البنوك، فهي قائمة على هذا. لا أعلم بنكا لا يتعامل بالربا مع الأسف الشديد. والسبب ذلك أنهم يقولون نعمل على رفع الاقتصاد، لا يمكن أن نعمل على رفع الاقتصاد إلا بهذه الوسائل، وهذا من التصرفات السلبية. ومر معنا كيف استطاع عمر رضي الله عنه والحكام المسلمين في استقرار عملية الاقتصاد في بلادهم. مر معنا ما يتعلق بالخراج الذي استعمله عمر لرفض خزانة الدولة. فعندنا كان الزكاة، هذا من أهم الموارد، وعندنا الفيء، وعندنا الجزية، وعندنا الغنيمة، وعندنا الخراج. هذه كلها موارد ترفض بيت المال، بيت مال المسلمين الذي منه يعطى المجاهدون في الثغور، ويعطى الفقراء، ويصرف على المحتاجين وضيوف الإسلام. كان آخر كلام تحدثنا حول مسألة الخراج، وهي الأموال التي تؤخذ من غير المنقول كالأراضي، والتي أوقفها عمر لخزانة الدولة، وترفض بيت المال، مع بيان الخلاف
الحاصل فيها في الدرس الماضي. كان اتخاذ القرار من عمر مع استشارة الصحابة رضي الله عنهم، وعرفنا أن عمر اتخذ القرار هذا في إيقاف الأراضي التي أخذت في الغزو لبيت المال ولا تقسم على المجاهدين. استدل عمر بماذا؟ أولا بالقرآن الكريم فيما يتعلق بالفيء المذكور في سورة الحشر، 1. 2 السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لم يقسم أراضيها، ولما فتح خيبر قسم أراضيها. أيضا استشار الصحابة فأشار عليه كبار الصحابة وأيدوه بما ذهب إليه مع وجود المعارضة من بعضهم في أنه لا بد من تقسيم الأراضي بين المجاهدين. ولكن عمر أصر إلا أن يبقى هذا المال وقف من أجل أن يدر إلى خزانة الدولة حتى تستطيع الدولة القيام بأعمالها وشؤونها. فهذا الأمر الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استطاع عمر رضي الله عنه القضاء على الإقطاع، وهذا عمل من الأعمال ألغاه عمر، وهي ما يتعلق بالأقطاع الظالمة، وهو احتكار الأرض لصالحها أو لصالح جماعة معينة أو أفراد معينين. إنهاء الإقطاع بحيث هذا مال مشاع يؤخذ لمصلحة المسلمين العامة. نعم، والفلاحون قاموا بالواجب. عمر رضي الله عنه أخذ الأرض السواد في أيدي فلاحها يزرعونها مقابل خراج. الخراج هذا عادل يطيقونه يدفعونه كل عام لخزانة الدولة، فيستفيد المواطن وتستفيد ماذا؟ وتستفيد الدولة. والفلاحون استفادوا من قرار عمر رضي الله عنه لأنه ملكهم الأرض مقابل دفع الخراج، ملكهم الأرض مقابل دفع الخراج. وتعرف المثل اللي يقول قليل دائم خير من كثيره منقطع. ما دام هذا الاقتصاد دائم، ولهذا مر معنا كلام عمر أنه أخبر أنه إن أحياه الله فلن يدع أرملة في البلاد الإسلامية تسأل الناس شيئا، سيعمل على إنهاء البطالة تماما ومسألة الاحتياج بمثل هذه التصرفات وبمثل هذه السياسة الاقتصادية التي قام بها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى أن الفلاحين شعروا بعد هذا الفعل الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم أصحاب الأرض فعلا، فاهتموا بها كما لو كانت الأرض ملك لهم لا للإقطاعيين من الطبقة الحاكمة. الإقطاع الطبقة الحاكمة يعني ينزل مسؤول في مأرب والأراضي له والشوارع له والعمارات له والحرث له والبسباس له والكعك له. هذا عملية الإقطاع أمر ماذا فعل؟ أبعدها. أي نعم، وأبعدها. هذه المسألة تمثل عائق أمام نهوض الاقتصاد، لأنه كلما حاول الاقتصاد أن ينهض جاء الإقطاعيون، فعمد الإقطاعيون إلى نزول الإقطاع. لما؟ لأنهم يقطعوا لصالحهم. فلو فرضنا على سبيل المثال أن اليمن نسبة الإقطاعيين فيه 100,000، عدد سكان اليمن كم؟ 30 إلى 35. سيبقى الإقطاعيون هؤلاء هم الذين يأكلون برفاهية ويستمتعون، وهؤلاء البقية ما لهم؟ أي نعم، يتركوهم للعبث. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمد أن هذه الأراضي التي ليست ملكا لأحد أعطاها لمزارعين يزرعونها مقابل شيء لهم، وما تبقى يورد لوين؟ لخزانة الدولة، بعد ما تبقى ملك لأحد. حتى أن الفلاحين لما اشتغلوا في هذه الأراضي كانوا يعتبرونها كأنها ملك لهم. لما؟ لأنهم حصلوا فائدة
والدولة أيضا حصلت على فائدة من وراء هذه الأراضي التي كانت يعني ملك للروم أو الفرس، أو فتحت البلاد الإسلامية وأصبحت ملك للدولة. الأراضي هذه طبعا كانت لناس من أهل الروم من أهل الفرس. بتوزيع الأراضي قطع عمر لعاب الروم ولعاب الفرس في أن يعني أن يطالبوا بهذه الأراضي، بعدما رأوا عمر وزعها بين الفلاحين وبين المسلمين حتى حصل الرضا التام. وهذا مما جعلهم، لأنه لما دخلت البلاد الإسلامية طبعا أخذوا بلاد الروم، يوجد من الروم من هرب، ويوجد من الروم من جلس وبقي على إسلامه ويدفع الجزية. واحد. الأراضي اللي موجودة هناك وزعها النبي بين من؟ أهل الروم. فأهل الروم، هذه سياسة جميلة، أهل الروم أنفسهم يتصادمون مع الهاربين من أهل الروم. عمر ما نساهم، اشتغلوا وردوا لنا مبلغ كل عام خزانة الدولة. فالروم أولئك رضوا بما ساسه عمر في أوساطهم، وقطعوا لعاب الهاربين. وهذا مما أدى إلى هدوء سياسي واقتصادي في البلاد الإسلامية ومنع إثارة الاضطراب، لأنك ما هضمتهم حقهم. انظر لما حصلت الوحدة على سبيل المثال، حصل خير في المنطقة الجنوبية، لكن حصلت بعض المسائل الخاطئة استغلها الطرف الآخر، وإن كانت يسيرة استغلها الطرف الآخر وما زال يلعب على هذا الوتر حتى أحدث شرخا كبيرا جدا بسبب بعض التصرفات السلبية. ولهذا كان الرومان بعد سياسة عمر هذا يكرهون حكامهم، لأن حكامهم كل شيء لهم، مواطن مهضوم. ولما جاء عمر أحسوا بأمان تحت ظلال الدولة الإسلامية، أرضي معي أشتغل، وهؤلاء مقابل حكمهم لي أدفع مقابل هذا شيء يعني في كل عام أدفعه لخزانة الدولة. وكانوا يقدمون المساعدات حتى للمسلمين ضد الرومان، وهم روم، وكانوا يقدمون المساعدات لما رأوا من سياسة عمر الحكيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى أن رستم دعا أهل الحيرة فقال: يا أعداء الله، فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا وكنتم عيونا لهم علينا وقويتموهم بالأموال، يعني دفعتم أموالنا لهم وقويتم العرب. رستم لا زال لم تنتهي بعد مسألة القادسية، لا زال. فاستفاد عمر من هذا الأسلوب مسارعة أهل الأمصار في الدخول في الإسلام، لأنهم رأوا إسلام عجيب، حكم نظيف، عدل، ما هناك ظلم ولا أكل حقوق الناس، حتى لو كنت كافرا حقك ما يأخذونه. فأحس الكافر بالأمان تحت ظلال الدولة الإسلامية، وأحس المسلم بالأمان تحت ظلال الدولة الإسلامية، مما تدافع الكفار في الدخول إلى الإسلام يوما بعد يوم. عمر شرح الإسلام بالفعل مش بالقول. كانوا في خوف من الزحف الإسلامي ومن الفتوحات الإسلامية، ولما حكم المسلمون رأوا حكما ما رأوه تحت دولة فارس ولا تحت دولة الروم. ولهذا دخلت الأمصار في الإسلام. ترتب على ما تقدم من تمليك الأرض للفلاحين أنهم سارعوا في الدخول في الإسلام. قال هذا دين عجيب، هذا دين يحب، دين يدخل فيه، فدخلوا في دين الإسلام. وانتشر الإسلام بسرعة عجيبة جدا لم يسبق لها مثيل. لماذا؟ لأنهم لمسوا العدل ولمسوا الحق وأحسوا بكرامتهم تحت ظلال الدولة. في أيام الفرس ما له قيمة،
مجرد عبد خادم، وإذا حصل منه شيء سحبوه. حكم دكتاتوري ظالم جبار في ظلال الإسلام، وهو كافر. حتى هو كان يحاسب نفسه، يقول أنا كافر وهم مسلمون يعاملوني هكذا، ما عاملتني الدولة الفارسية بهذه المعاملة، إذن هذا الدين الحق. فدخلوا الإسلام. وحصل أيضا فوائد كبيرة جدا، أن عمر من هذه الأموال استطاع أن يدبر الثغور وحمايتها، وامتدت الدولة الإسلامية صوب جهاتها الأربع، سواء المنطقة الشمالية أو المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية أو المنطقة الجنوبية، وانتقل إلى ما وراء الحدود، أي ثغور المسلمين في عصورها الأولى. الفرات حصل هناك تقدم كبير جدا على طول الخط ما بين الدولة الإسلامية والبيزنطية التي تمثل الرومان. واتخذ عمر في كل مصر على قدره خيول مثل سيارات، دبابات، صواريخ، معسكرات وجند. مر معنا كان في بعض المعسكرات ما يقارب من 40,000 خيل، جيوش عملاقة، معسكرات. هذه المعسكرات مثل ما تدخل بلد عند الجيش، أقرب أي حركة الجيش جاهز، يصدر الأمر ينطلقوا، ما روحوا البيوت. وهذا الجيش معناه يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى أكل، الخيول تحتاج إلى مزارع ترتعي فيها. فكان عمر حامل هم، ما هو سهل، في سواء في الجبهة الغربية أو الجبهة الشرقية أو الجبهة الشمالية أو غيرها من الجبهات في الجهات الأربع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنها وصلت قوات المسلمين الفرسان المرابطين إلى أكثر من 30,000 فارس، الذي معهم فارس. الفارس حينما يقال فارس أي معه فرس، والذي ما عنده فرس يقال له المشاة. هؤلاء 30,000 فارس، والمشاة قوات كثيرة مثل الجمالة وغيرهم، وخصصها عمر كجيش منظم هذا لحماية الثغور. أي حركة من عدو في ثغر من الثغور تصدر الأوامر هجوم، شغل نظير. فالدولة حامية ثغورها، حتى الروم عاملين حسابها، أسود هؤلاء جربوهم في عدة معارك، أخذوا كثير من البلدان سواء على الفرس أو على الروم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا كان هناك دعوة في أوساط هذه البلدان لأنها كانت نصرانية في الأصل وتحتاج إلى مزيد من العلماء. وقد مر معنا كيف استطاع عمر رضي الله تعالى عنه نشر العلم في هذه المدارس كلها ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان الخراج، هذا الأموال هذه تعتبر موردا من أهم الموارد المالية الهامة لخزانة الدولة، وكان يهدم من ورائه أن يكون بيت المال قائما بما يجب عليه من تحقيق المصالح العامة لحفظ ثغور الأمة وتأمين طرقها. ولا يمكن أن يحصل هذا إلا بإبقاء أصحاب الأرض التي تملكها المسلمون عنوة غصبا عنهم نسبة معينة مما تنتجه الأرض، فيستفيد أصحاب الأرض وتستفيد ماذا؟ الدولة الإسلامية. وهذا أولا أزيد المواطن حماس يشتغل، حقي أنا بشتغل وكفلت لي الدولة نصيبي وحقي وأخذ حقهم، فأنا مستفيد. أيهما أفضل، يأخذوها بالكلية ولا يخلوها معي؟ يخلوها معي وأشتغل، أستفيد وأفيد. فكانوا يشتغلون بنشاط وحماس جدا. الفرس كانوا يأخذون عليهم ضرائب، يرهقوهم إرهاق، ولا كأن الأموال أموالهم. فلما جاء المسلمون رأوا عجب في كيفية سياستهم المالية الشرعية بلا ظلم. انظر كيف يفعل الحوثي الآن. الأموال ما تستطيع تبيع، حقك ملك إلا بإذن الحوثي، ويجي الحوثي ويأخذ نصيبه ونصيب النصيب، ولا يمكن أن تعمل ولا تشتري. حتى ضربت الأراضي، ضربت العقارات، ما حد استطاع أن يبيع، ما حد استطاع يبيع، ما حد.
كوش على كل شيء، ظلم الناس، بطشهم، أكل أموالهم ظلما وعدوانا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا مهما عمل يوجد معه وبداخله وفي صفه من يكرهه بسبب هذه التصرفات، فضلا عن التصرفات الأخرى العقدية والمنهجية والقبلية والدينية والاجتماعية وغيرها. هذه الأمور المالية، هذا من الناحية المالية. فكان المسلمون أحيانا يستوردون بعض البضائع وبعض المنتجات ويوردون، وقد فعل الخليفة رضي الله تعالى عنه، أمر عماله أن يأخذوا نصف العشر من الحربيين حين دخولهم الحجاز بالزيت والحبوب. وجاء عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر، ومن القطنية ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة. ما كان يريقهم حتى تكون المدينة عاصمة اقتصادية تورد إليها، تورد. أنت عندك صادرات وعندك إيش؟ واردات. حينما تفتح السوق معناها يزداد عندك ماذا؟ يزداد التجار وتزداد التجارة وتزداد نسبة السيولة في السوق. فسهل عمر للتجار، سهل لهم دخول الأسواق الإسلامية، فاتجه التجار من أماكن كثيرة لسوق منتجاتهم إلى أسواق المسلمين. فهذا النظام المالي الذي وجد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصل من ورائه النفع الكبير في تبادل التجارة بين المسلمين وجيرانهم، وحصلت نهضة اقتصادية كبيرة في عصر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأمور التي كان يهتم بها لرفض بيت المال الفيء والغنائم. وهذه الخامسة، هذه الخامسة. احنا مر معنا ماذا؟ الزكاة، ومر معنا الغنيمة، ومر معنا الخراج، ومر معنا الجزية. 4. الخامس الفيء، الخامس الفيء. وهذا مال يصل المسلمون، يصل إلى المسلمين من المشركين من غير قتال، وقد مر معنا ذلك. ويوزع خمس الفيء على أهل الخمس الذين بينهم الله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 1، ومن؟ وللرسول، ولذي القربى، ولمن؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل. يوزع الخمس على هؤلاء، يوزع على هؤلاء. الغنائم تختلف عن الفيء، هي ما غلبه المسلمون بقتال. وهذه الغنائم ما غلب من مال أهل الحرب يأخذوه عنوة. قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الخمس لله، الخمس لله. هذا وين يروح؟ بيت المال. فأن لله خمسه، وللرسول الخمس لله، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. في خلافة عمر الغنائم زادت. ليش؟ لكثرة الفتوحات، فالغنائم زادت واتسعت لاتساع المناطق المفتوحة، ولما كانت تتمتع به من ازدهار اقتصادي كبير. وكان القادة الفرس والروم يخرجون إلى الميدان بكل شيء، بالأبهة، بالفلوس، بكل شيء، يعني غنيمة جاهزة. فبمجرد أن يهجم الجيش الإسلامي شوية مصارعة، اطلع ويهربون، والمسلمون ماذا يفعلون؟ الغنائم من سلاح ومن أموال ومن خيول ومن إبل وغيرها. فيقع السلب للمسلمين، يقع السلب للمسلمين. أحيانا يبلغ 15,000 درهم، وأحيانا يبلغ 30,000 درهم. وقد فتحت المدن العظيمة مثل المدائن. المدائن عاصمة الدولة الفارسية. المدائن
وجلولاء وهمذان والري واصطخر وغيرها. حاز المسلمون أموالا عظيمة، أخذوا بساط كسرى كله، دولة مثل ما الآن نهجم على أمريكا ودخلنا البنك الدولي وروحناه. فلوس كثيرة ولا قليل؟ غنيمة، ما هي بسهلة. دخل عمر المدائن ودخل بساط كسرى هرب. لما أحاصره المسلمون ما هرب إلا من الشباك، ربطوه ونزلوه. وتعرف الذي يهرب من الشباك ولا يشيل معه شيء، يلا يشيل العمامة وحافي. والمسلمون أخذوا البساط وأخذوا الكنوز والأموال التي كان يحوز عليها كسرى. ولهذا ذكر بعضهم أنه حصل على 3600 ذراع مربعة أرضه مفروشة بالذهب وموشى بالفصوص، وفيه رسوم ثمار بالجواهر وورقها بالحرير، وفيه رسوم للماء الجاري بالذهب، وقد بيعت ب20,000 درهم. 20,000 درهم في ذلك العصر شيء كبير. وحاز المسلمون على الذهب والفضة والمجوهرات العظيمة من غنائم جلولاء ونهاوند، حيث بلغ خمس جلولاء 6,000 درهم. يعني كم؟ 6 مليون درهم. هذا الخمس بس، الخمس. والملايين في زمان ملايين. يعني وانا صغير المليون هذا يمكن تلف في المنطقة ما تحصل واحد عنده مليون. هذا المليون 100,000 ما فيه. اللي معاه 10,000 من كبار فكيف في زمانهم يقول لك حصل على مليون. فالآن الخمس 6 مليون. الخمس 6 مليون، معناها أنهم غنموا كثير. أعظم الغنائم هي أرض السواد التي وقفها عمر للدولة، وأراضي الصوافي التي قتل أصحابها أو فروا عنها، وأملاك كسرى وأهله، حيث جعلت غلتها للدولة، فكانت بإدارتها لصالح بيت مال المسلمين. ويقال إن غلتها فيما بعد بلغت 7 ملايين درهم الغلة لبعض الأراضي. فقد كانت الغنائم عظيمة، وإنها أغنت المسلمين أفرادا ودولة، وارتفعت مستوى المعيشة للمواطن المسلم. وظهرت آثار هذا أكثر في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أهم مصادر الدولة في عهد عمر، من يذكرها؟ الزكاة، هذا أول واحد تذكرها، ما في كلام. 1 2 الغنائم، الفيء، الجزية، الخراج. أي نعم، هذه التي كان يعول عليها. وباقي شيء، الركاز. ما هو الركاز؟ ما أخرج من باطن الأرض، نقب عنه وأخرج ما يخرج من باطن الأرض. هذا كان مصدر دخل الدولة الإسلامية زمان. شوف على سياسة اقتصادية، ارتفع الاقتصاد بشكل عجيب. احنا الآن ما استطعنا نسوس مدينة، مع أنك لو رأيت الإيرادات بشكل عجيب جدا، الإيرادات بس إيرادات الدولة. لكن لما يكون معك كيس مخزوق، عبي لك. واحد مرة دخل السوق ومعه كيس، والكيس مخزوق من تحت، اشترى لحم وطرح، اشترى بصل واشترى طماط، اشترى خضروات ومحمل. الخضروات من وين تنزل؟ من الخزق اللي تحت، خرق في أسفل الكيس. وصل للبيت ما معه الا ايه؟ الكيس بس. وين الخضروات؟ سقط مخروقة. فأنا أعبى لك كيس مخروق، عبي كيس مخروق، مشكلة. نسأل الله العافية. كانت سياسة عمر رضي الله تعالى عنه، نتمنى لو يكون هناك دروس للساسة، والله يجتمعوا مثل ما يفعل بهم الحوثي، دورة ثقافية ويكون لهم دروس مثل هذا. كيف كان عمر يفعل؟ تصرفون.
ما نحتاج نأتي بالاقتصاديين العالميين والبنوك الدولية يعلمونا، احنا نعلمهم كيف نسوس بلادنا سياسيا واقتصاديا. نحن حكمنا العالم. الخلافة الإسلامية امتدت إلى موسكو، كانت موسكو تحت الخلافة الإسلامية 200 سنة، عاصمة روسيا 200 سنة تحت الحكم الإسلامي، ويسوسها اقتصاد واحد على امتداد الدولة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. كل أوروبا دخلها الإسلام إلا فرنسا، كل أوروبا دخلها الإسلام إلا فرنسا. وقف الغزو أو الفتوحات الإسلامية في آخر معركة لهم وتوقفوا هناك، وحصلت الانهيارات في أسبانيا وتراجع الفتح الإسلامي. وكان هذا العالم الإسلامي كله تسوسه سياسة اقتصادية جميلة، وكانوا من أجمل سياسات الاقتصاد في العالم. فبيت مال المسلمين، بيت المال الذي كان يأوي إليه أو توضع فيه الأموال وموارد الدولة وتصرف منه جميع المصروفات وعطيات الخلفاء ومرتبات الجند والقضاة والعمال والمرافق العامة والخاصة للدولة وكذا، من أين يصرف؟ من أين يصرف؟ بيت المال، بيت مال المسلمين. ومعك دواوين سجلات ودفاتر، هذه السجلات تسجل فيها أمور الدولة، سجل فيها أمور الدولة. وقد أطلقت كلمة ديوان على المكان الذي يجتمع فيه الكتاب. الديوان عندنا يجتمع فيه من؟ الناس والضيوف والكذا، أي نعم. فيجتمع فيه الكتاب والموظفون، ومعهم سجلات عند الفرس وكذلك عند العرب. وفي بداية الدولة الإسلامية لم يكن هناك بيت مال معروف، ما في بيت مال، لأن الموارد قليلة جدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أي حاجة تأتي ما يخلي شيء، ما في بيت مال. جاءه مرة ماله في المسجد، مال كما جاء في مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال انفقه، خرج وزع منه شوي ورجع والرسول في المسجد. قال أنفقت؟ قال نعم يا رسول الله وبقي شيء. قال اخرج انفقه، خرج أنفقه رجع، قال بقي؟ قال نعم. قال اخرج وأنفقه، خرج وبقى، قال انفقه، فوالله لا أدخل الدار وبقي منه دينار ولا مليم واحد ولا تخلي حاجة ولا شيء. حتى أن النبي مات وهو مرهون، يعني مديون ب30 صاع لواحد يهودي صلى الله عليه وسلم. ما في بيت مال، ما في فلوس، أي حاجة تأتي يوزعها النبي، ما يخلي شيء صلى الله عليه وآله وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. ففي بداية الدولة ما كان هناك بيت مال الذي عرف فيما بعد في بيت مال. وقد كانت السياسة الاقتصاد التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤخر تقسيم المال على طول، أول ما يحصل المال ينفقه ويخرجه. وعلى هذا الدرب سار أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر ساس الدولة بعد النبي كم؟ 2 فقط، يعني الفترة يسيرة جدا وكلها حرب من أول يوم، حروب الردة مع الأسود العنسي، مع طليحة، مع سجاح، مع مسيلمة، وارتداد العرب وفتوحات ومشاكل مع الروم مع الفرس. أبو بكر من أول يوم اشتغل. ولهذا ثبت الله الدولة الإسلامية بعد النبي بمن؟ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسار أبو بكر على نهج النبي، والفاروق جاء من بعده نهج نفس النهج رضي الله تعالى عنه في أول خلافته. ولما اتسع السلطان واتسعت الدولة شرقا وغربا بدأ عمر بالتفكير في هذا الموضوع، ولهذا هو أول من دون الدواوين، أول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية، وسجل كشوفات المتعلقة بالمرتبات وبالمصروفات. فبدأ بالتفكير في طريقة يدبر فيها ما تجمع لدى الخليفة من أموال، وين يطرحها؟ في أموال هذه الأموال تحتاج إلى سياسة في التوزيع، وقبل أن نفكر في سياسة التوزيع نفكر وين نطرحها.
تخيل لما يجي لك آلاف من الجمال وآلاف من ملايين من الأموال وأنت تطرحها، ضروري يكون هناك بيت وعليه حراس وعليه ونظام وسجلات، مسألة دولة. فعمر رضي الله عنه فكر بهذا، أي مكان يوضع فيه الخراج والصدقات والزكوات. كثرت الجيوش، احتاجت الجيوش إلى ترتيب، احتاجت إلى ضبط، احتاجت إلى أسماء رجالها وكشوفات، واحتاجت إلى عطاء حتى لا يمنع شخص من العطاء، يكون اسمك مسجل معنا من ضمن الكشوفات وتعطوا مثل الرواتب اليوم. وتوالت حملات الفتوحات والانتصارات وكثرت الأموال بشكل لم يكن معروف عند المسلمين من قبل. فرأى عمر ألا طاقة للخليفة وأمرائه بضبط هذه الأموال، وأنه ليس من الحكمة أن يترك زمام الأمور هكذا، خاصة الأمور المالية بيد العمال والولاة، دون أن يضبط عدا واحد وإحصاء وحسابا. حساب هذه أموال في الذمة، وهذا من حسن التدبير. فكان هذا الأمر، ونتيجة هذا التفكير وضعت قواعد ثابتة لهذا المال، ومن هنا نشأ ما يسمى بالديوان. وكان عمر هو أول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا الديوان هذا كان له قصة، يعني كيف بدأت الفكرة في أن يكون هناك مكان لجمع الأموال. المؤرخون يذكرون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من البحرين ب500,000 درهم. 500,000 في ذلك العصر يعني حاجة كبيرة. الآن 500,000 يمكن تحصل ولد في الشارع عمره 16 سنة وتعسكر مع ترعى الوطن، ودوا له 1000 سعودي صرفها معه مليون في شواله، وعاد عمره 16، ولهذا يشتي يتزوج. فانت الآن هلا مليون وشوية. هذا المليون ما كان يحصلها أبو شنب زمان، وإذا واحد معه مليون يتناقل له معه مليون مخبي لها ولا يتكلم. فجاء ب500,000 درهم. أبو هريرة جاء بها إلى عمر رضي الله عنه، فعمر يسأل أبا هريرة عن الناس فأخبره، ثم قال لي ماذا جئت به؟ قال اديت 500,000. قال ويحك، هل تدري ما تقول؟ قال نعم، 100,000 و100,000. حتى عمر مش مصدق، و100,000 وابو هريرة و100,000 و100,000، حاجة كبيرة. قال إنك ناعس، يمكن أنت بتلخبط، أنت سهران، معقول 500,000؟ قال ارجع إلى أهلك. قال له عمر نم، فإذا أصبحت تعال عندي وبعدين نتجابر بشويش. يعني يمكن أنك سهران أكيد، ارجع نام والصباح رباح. قال أبو هريرة فلما أصبح أتيته فقال ماذا جئت به؟ قال قلت جئت ب500,000. نفس الكلام بالليل، يعني سهران ولا لا؟ قال ب500,000. قال ويحك، هل تدري ما تقول؟ قال نعم، 100,000 و100,000 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 و100,000، حتى عدها 5 مرات يعدها بأصابعه ال5. قال أطيب قلت؟ لا أعلم إلا ذلك. فصعد عمر المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنه قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم أن نكيلكم كيلا بالكيل، فإن شئتم أن نكيلكم كيلا، وإن شئتم أن نعدكم عدا، بالكيل ولا بالعد. قال المسلمين شوف الشفافية بين الحاكم والمحكوم.
تخيل لما المواطن يسمع القائد يقول هكذا: يا جماعة عندنا فلوس ودكم نصرف ولا نكيل لكم بالكيل. المواطن يحبك، لكن حينما يرى المواطن أن كل شيء لك أنت، ومش هكذا، لا، عادك تأخذ من المرتب حقي، وأحيانا تأتي مصروفات ومخصصات مالية لي وانت تبزها، هذا يولد حقد بين الحاكم ومن؟ والمحكوم، وهذا من التصرفات السلبية التي لا تليق. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنه قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم أن نكيلكم كيلا، وإن شئتم أن نعدكم عدا. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا لهم، فايش رأيك يعني يكون ديوان تطرح الفلوس فيه توزع بالراحة؟ عمر أعجب بالفكرة، إنه فعلا فرصة، الأموال ما عندناش مكان، إحنا بين حالين: إما نصرفها الآن بالكيل، الكيل إيه؟ بالقدح، بالثمنة يعبر للناس، ولا نعدها عد، والمبلغ كبير جدا. الرجل وضع الفكرة في دواوين: ما رأيك أن يكون ديوان كبيت المال ويضع كشوف ويضع المال ويصرف؟ فاستشار عمر المسلمين في تدوين الدواوين، فأشار بعضهم بما يراه، إلا أن الوليد بن هشام بن المغيرة قال: جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جندا، فدون ديوانا وجند جندا. وفي بعض الروايات أن الذي قال ذلك هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر بعض المؤرخين أنه كان بالمدينة بعض مرازبة الفرس، فلما رأى حيرة عمر قال له: يا أمير المؤمنين، إن للأكاسرة شيئا يسمونه ديوانا، جميع دخلهم وخرجهم مضبوطة فيه، لا يشد منه شيء، وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل. فتنبه عمر وقال: صفه لي. فوصفه المرزبان، فدون الدواوين وفرض العطاء. وقد حبذ عثمان التدوين، فأشار برأيه أيضا: أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا، حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ، خشية أن ينتشر الأمر. هذه طبعا بعض الروايات التي حدثت في استشارة عمر في مرات متعددة لمن يحضرون عنده. وهناك اختلاف بين المؤرخين في السنة التي تم فيها التدوين، هناك اختلاف ما هي السنة التي تم فيها التدوين. فبعضهم قال في 15 للهجرة، الطبري ذهب إلى ذلك وأخذ عنه ذلك ابن الأثير عليه رحمة الله. وبعض المؤرخين قالوا في شهر محرم سنة 20 هجرية، وهذا قول البلاذري والواقدي والماوردي وابن خلدون وغيرهم. والذي يظهر أنه في سنة 20، أو لأنه في سنة 15 كانت القادسية ولم يستكمل فتح العراق والشام ومصر إلا بعدها، والله تعالى أعلم. عمر قسم الأموال على خلاف ما سار عليه أبو بكر، حيث كان الصديق يقسم الأموال بين الناس بالسوية، في حين قسم عمر أعطياتهم على حسب السابقة في الإسلام والفضل في الجهاد ونصرة النبي. وقد كان رأي الفاروق هذا من زمن عمر. وقال عمر لأبي بكر لما رآه سوى بين الناس، قال له: أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف؟ قال له أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب. قال له عمر: لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه. ولذلك قسم الفاروق الناس في العطاء إلى أنواع، سيأتي ذكر هذه الأنواع إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نعرف كيف كان عمر يقسم الأموال على حسب ما رآه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.